الراجل اللي قدامك ده قدر يحقق اول دوري ليه في مسيرته الكرويه بعد سنين طويله قوي مع بروسيا دورتموند. المشكله بقى انه ما حققش الدوري مع بروسيا دورتموند، حتى في 2023 خسر الدوري في اخر ماتش ليه. تخيل بقى انه في 2012 ل 2024 ما قدرش ياخد الدوري مع تاني فريق في المانيا، في حين ان باير ليفركوزن قدر انه يحقق الدوري. ماركو رويس من افضل لاعيبه خط الوسط اللي جت في التاريخ، لعب من 2012 ل 2024 مع بروسيا دورتموند ولكنه ما قدرش يحقق الدوري الالماني، على الرغم من ان بروسيا دورتموند هي تاني فريق في الدوري الالماني بعد بايرن ميونخ، لدرجه انه لعب نهائيين دوري ابطال اوروبا، مره قدام بايرن ميونخ ومره كانت قدام ريال مدريد وخسر النهائيين، ولكنه اخيرا قدر انه يفوز باول دوري ليه في مسيرته الكرويه. طبعا فوزه بالدوري ما كانش مع بروسيا دورتموند لانه مشى بعد اخر مباراه ليه وكانت في نهائي دوري الابطال قدام ريال مدريد واللي فاز بيها ريال مدريد. من 6 شهور بس تم انتقال ماركو رويس من بروسيا دورتموند الى لويس انجلوس جالاكسي، واخيرا قدر انه يحقق اول دوري ليه في مسيرته مع النادي الامريكي. حقيقي ماركو رويس كان يستحق لقب